الليلة كيعيش العالم كامل على وقع احتفالات راس السنة في المطاعم والفنادق، إلا عندنا في المغرب كيحتفلوا براس السنة في الكوميساريات وفي الدوائر الأمنية. الله يكون في عون رجال الأمن في هذا اليوم هذا وفي هذه الليلة هذه. أنا طبعا كنتسائل بحالي بحال مجموعة من المواطنين علاش هذا الشيء كامل، كيفاش كيفكروا هادو اللي كيتسناو كل راس السنه باش يخرجوا ويحيحوا ويديروا المشاكل. كاينه شي حاجه ما راكباش، اللي ما راكب هو اننا كنحتفلوا بهذا راس السنه بعيد ماشي عيدنا وبطريقه ماشي طريقتنا، وكنظن على انه نحن كنحتفلوا بكاع اكثر حتى من المعنيين بالامر انفسهم. قال له كتعرف العلم، قال له كنعرف نزيد فيه، حتى نحن كتعرف تحتفل، قال له كنعرف نزيد في الاحتفال. ولهذا كتلقى مجموعة من المظاهر التي لا تليق بنا كمغاربة ولا تليق بهويتنا. ندوز راس العام كما كيدوزو جميع الايام، كما ديما راس العام، ديما راس العام ندوزو مع ولادك وفي الدار عادي كأي نهار عادي. هادشي اللي كاين. يا ما تصغرش يا ما الوليدات دابا راه احتفال اخويا، راه هو هادشي اللي قدامك دابا ماشي احتفال هذا. نرجعوا للعام ديال 2022 اللي كنودعوه هذه الليله واللي كان استثنائي جدا ومؤلم للاسف بزاف، رغم وصول المنتخب المغربي لنصف نهائي كاس العالم، ورغم الفرحه اللي عمت ارجاء المملكه المغربيه وعمت حتى العالم كله اللي احتفل معنا واللي شاف هذا الانتصار اللي حقه المنتخب المغربي افريقيا وعربيا. ولكن رغم هذا الشيء كله للاسف الشديد ايضا كانت هناك الفاجعه ديال الطفل ريان اللي اثرت الوفاه ديالو فينا جميعا، واللي عرفت واحد التضامن داخل المملكه المغربيه وخارج ايضا المملكه المغربيه. ولكن للاسف ونحن والعالم يحتفل هذه الليله بنهايه راس السنه، نحن كنهوب بواحد الفاجعه، فاجعه حزينه جدا، فاجعه اللي وقعت في جهه قولي مودنون وبالضبط في سواحل مير اللفت باقليم سيدي فني. هذه الفاجعه اللي عرفت وفاه اكثر من 13 شاب في عمر الزهور، وأسطر على أكثر من 13 شاب في عمر الزهور، وكاين هناك مفقودين في قاربين للهجرة السرية واللي ماتت سرية هي معلنة. وللأسف الشديد هذه الظاهرة في جميع مناطق المملكة المغربية، ولكنها تزداد كثرة في جهة قليميم ودنون. طبعا هذه المأساة هذه تسائلنا جميعا، وما عرفاش تغطية إعلامية، واللي شافوا وجه الأمهات بعد التعرف على فلذات أكبادهم راهي ما تبقى له لك بدلاريه، لانه المنظر مؤثر جدا ان يودع العالم سنه 2022 بفرحه وان تودعها انت بفاجعه. تصور معايا هذا الحجم هذا ديال المأساة هذه اللي في الحقيقه تسائلنا جميعا، تسائلنا كمسؤولين وتسائلنا كمنتخبين وتسائلنا ايضا كحكومه. ما هي السياسات ديال الحكومه في اطار دمج الشباب؟ اليوم كنتكلموا على مجموعة من الأوراش اللي انطلقت، منها فرصة ومنها أوراش ومنها غيرها. ماذا انعكاس على أرض الواقع؟ لأننا ملي كنشوف الشباب في عمر الزهور يغادر المملكة المغربية في قوارب للموت، وعلى أنه 60% ولا 40% ولا 20% يوصل ولا ما يوصل، هذا يطرح واحد التساؤل عميق جدا علينا جميعا. ماذا قدمنا لهؤلاء الشباب، مع العلم على أن البنية ديال المجتمع المغربي هي بنية شبابية؟ لماذا يهرب الشباب ديالنا إلى الضفة الأخرى وكأنها الخلاص وكأن الحلم؟ إذا هناك خلل داخل الوطن، إذا كاين شي حاجة وفعلا كاينه. لانه نحن بغينا نتكلموا غادي نقولوا على انه مرت سنه اليوم هي من التدبير الحكومي، وبغينا نديروا الحصيله ديال هذه السنه هذه راه ما كنلقاو ما نديروا. اذا نحن كنودعوا هذه السنه بمأساة، كنودعوها بغلاء الاسعار، كنودعوها بناس اللي راكموا الثروه وزادوا الشحمه في ظهر المعلوف، كنودعوها بمجموعه من التساؤلات المطروحه علينا جميعا كفاعلين سياسيين، كبرلمان، كحكومه. اش درنا لهاد البلاد هذه؟ واش نحن غاديين فعلا في النسق الحقيقي اللي كيخدم هاد البلاد وفي اطار الخطب ديال صاحب الجلاله، ولا رانا المواطن في جهه والحكومه في جهه والمجالس المنتخبه اللي اغلبها الهدف ديالو الحقيقي هو السفريات
وشراء السيارات. وانا ما عرفت بالضبط اشنا هو الفلسفه ديال هذه السيارات التي توزع يمينا وشمالا في جميع مجالس المملكه المغربيه، ماشي غير في جهه معينه. كل شيء الا جيتي تقارن بينهم الا استثناءات قليله كتلقى الهدف ديال اي منتخب ولا هو السياره، هو التعويضات، هو غيرهم. الحقيقه هذه اشكاليه كبيره، ولهذا كنقول وكنأكد على انه بحال حنا هادو الدراوش والطبقه المتوسطه راه ما عندنا احتفال. الا كانوا الناس كتحصي الفلوس اللي حصلت عليها من هذا الشيء اللي تكلمنا عليه، حنا راه كنحصوا غير الكريديات ديال اللي نهينا بهم راس السنه، وكنحسوا شحال زاد في اللحم وشحال زاد في الزيت وشحال زاد في البيض وشحال زاد في المطيشه وشحال زاد في البطاطا وشحال زاد في بزاف ديال الحوايج. الحقيقه الله يكون في عوننا، والله يكون في عون الدراوش في هذه البلاد هذه، والله يكون في عون الطبقه المتوسطه التي ستتدحرج وتصبح حتى هي طبقه هشه. والله يحفظ هذه البلاد هذه. ومع ذلك رغم المأساة ورغم الحزن الذي يخيم، غادي نقول على انه نتمنى ان تكون سنه 2023 سنه الخلاص، تكون سنه سعيده علينا جميعا في هذا البلد هذا، نحسوا ان هناك تغيير حقيقي، وان هناك كاين حكومه حقيقيه، وعلى ان هناك كاين ناس كيخافوا على المواطن المغربي، بدل ما نتم نودعوا كل ساعه شباب وشابات في عمر الزهور في قوارب الموت وكنعطوهم هدايا للحوت في مع نهايه سنه 2022 كما وقع في اقليم سيدي إفني. تحياتي لكم، السلام عليكم.